اولاد دقلوا دي في دار زقاوه، ما عنده عموديه في السودان، زول اجنبي. طيب يا خالد طيب انا اقول لك حاجه، سؤال نتكلم عن الابعاد الاقليميه دقيقه يا ود الضي، سؤال اسمع دقيقه يا ود الضي، اولاد دقلوا ديل سجنوك ولا ما سجنوك؟ زلوك ولا ما زلوك؟ اعتقلت. نعم اعتقلت منهم. طيب المقابل شنو بعد ما زلوك؟ انت ذاتك في رقبتك العامل فيها ود عمهم زلوك وسجنوك. ما مسألة عمهم، اي زول قاعد يشوش بيمسكوه بيعتقلوه، ده قانون الحكم يا اخوي ولا فيه نقاش. هسه القول شديد ده كان قاعد يطلع لايفات ويشوش بيقول له تعال نقول ما في هزار يا اخوي كويس. انا ما في هزار. طيب الزول المرق من السجن قنقر البني هلبة ده، المرق من السجن اذا القانون مطبق على كل الناس ما مرقوا رجاله في نيالك بين ليه انت ما مشيت قلت لهم ده قانون. منو؟ الناطق باسم البني هلبة. منو المرقوا؟ انت تقصد الاخ عصام؟ الاخ بقى اخوكم، كان اخوكم دخلت السجن. دقيقه 200 شفت انا يومها هاجمناه ولا هنا. الاخ عصام ده اعتقل من قبل القوات، حققوا معاه واطلقوا سراحه، لا في رجال الكلام ده انتشر في مرقوا رجاله قنقر يشهد الله يشهد الله، مرقوا رجاله فتحوا السجن. كده سؤال ود الضي، كنت معانا وحشتك الصالحه ولا لا؟ بس كده ود الضي خليني من المزايدات الكثير. دقيقه ما نحن شفنا الفيديوهات وسمعنا كلامه، شفنا الفيديوهات. دقيقه ود الضي دقيقه، وحشتك الصالحه ولا ما وحشتك؟ والله اقول لك ما بقول لك ما وحشتني، لانه دي بلد عشت فيها، لكن ما راجع لها طيب بدستور تاسيس. ما في مشكله انت كان راجع لها ما كان جريت منها. انا والله لو دار ترجع الصالحه ضيع دار انزل يا اخي. انت قهوه مرقت علي بيضني كلام بيزنطي صحيح، بس كلمتين اقول المنزل. طيب كلمتين اسمع لحظه عليك الله لحظه يا اخوانا. ابو راف قال لي كلامك بيزنطي ساي وانا اتقبل منه ما في مشكله رايه. يا ابو راف القصه شنو؟ الجا فيها المثل بتاعي يقول لك ده جدل بيزنطي. دار اسالك سؤال واحد بس، دار اقول لك كلمتين وانا دقيقه. ما في مشكله ما في مشكله. دقيقه عليك الله وضطي. اسمع بس كلمتين. انت قلت وحشتك الصالحه. عليك الله وضطي. القهوه دي بدولارين والله حرام اهدينا. اسمع والله حرام اهدينا. دقيقة يا اسمع دقيقة. الزول ده ما بخليك تتكلم بس زي بدران الجعيزي. انت زي بدران في النقاش يا اخي، انت زي بدران الجعيزي في النقاش. دقيقة يا بني ادم، دقيقة يا بني ادم، دقيقة يا بني ادم، يا بني ادم اصبر. طيب انا اتكلم. اصبر ما في مشكلة. اصبر الكلمة دي جات من وين في التاريخ؟ ما في يلا ما في مشكلة. ابرد شوية ابرد. أنا سألتك سؤال. مكالمات يا أخي معلش بتدخل. سألتك سؤال قلت لك يا ود الضي إذا وحشتك الصالحة يتبقى عليك. يا أخي أكمل بس يا أخي كلمتين. أكمل جملتين يا بني آدم. يا أخي أنت ما بتتناقش يا دول فظيع. أكمل يا أخي كمل جزمتين عشان أجاوبك. أكمل جملتين عشان أجاوبك. هاي إذا وحشتك الصالحة عليك أن تعود إلى حضن الوطن وتبوس جزمة البرهان إذا حابب تجي الصالحة. غير كده والله يا رب رفع السماء بلا عمل يا الشلاطين ما ترجع من درمان دي حتى الموت. أنا هسه سألتك سؤال ما قدرت تجاوبه للمرة الخامسة. أبو راف أنت قلت جدل بيزنطي. كلمة بيزنطي أبو راف هل تسمعني؟ الزميل خالد أبو راف هل تسمعني؟ انت هناك انت كلام انت قاعد يسوي ترتيب. انت اسمع انت الان اسمع ابو راف. انت هناك اسمع. اين ذهب ابو راف؟ على كل المنظمات الدوليه ان تتحرك، على المجتمع الدولي ان يتقدم، ان يوقف كاس العالم وتوقف حركات المرور والاشارات لنعلم اين ذهب ابو راف. الحريه لابو راف الذي هرب حينما سئل سجل يا تاريخ. زول سالوه قالوا له المثل البيزنطي معناه شنو؟ ما عرف يجاوبه فهرب ابو راف ولم يجاوب. سيد مالك هل تسمعني؟ سيد خالد هل تسمعني؟ خالد ابو راف انا انتظرك يا صديقي. الكيزان يا جماعه ارفعهم وبيلعبوا الناقشوم. الهتر ساي ويجي زول يسيب دين وينبس الام. ده كلام بيقلل من القضيه وبيقلل من حجم المؤسسه. ارفعهم وناقشون بالعقل والمنطق والبينات بهدوء وبدون تشويش. إني ذاهب إلى ربي سيهدين.
ده راح احضر الكوره بعد شويه قطر وسويسرا والبرازيل دي هنعمل لها فيديو في الصفحه الاعلامي احمد الضيبي شارع على فيسبوك، انتظرونا هناك. سلاما سلام الله يجزاك جرى سيد ابو